في بيت قديم في المدينة. كان في بدروم ما كانش فيه حد بيقدر ينزله. كانوا بيقولوا إن هو مقفول من عشرات السنين، بس كانوا بيسمعوا فيه صوت من جوه. سامي لقى البيت ده رخيص جدا فاشتراه، بس ما كانش يعرف هيلاقي ايه جواه. وضحك لما الجيران حذروه من البدروم. فأول ليلة سمع صوت نفس خفيف جاي من تحت الأرض. قال يمكن ده تسريب هوا. الليلة التانية شاف باب البدروم مفتوح رغم إن كان لسه قافله بنفسه. أخد معاه الكشاف ونزل، والجو كان كل ما بينزل بيحس إن هو أتقل. وريحة غريبة، ريحة رطوبة فيها ريحة حديد مصدي. سمع صوت خطش، بس فضل يقول مين هناك وما كانش فيه أي حد بيرد. قرب أكتر لغاية لما شاف حاجة مش متوقعة. إيد بشرية، إيد من غير جسم، خارجة من زاوية الحيطة كده كأنها بتنبت من الخرسانة نفسها. أصابع طويلة بشكل غير طبيعي بتتحرك كأنها بتدور عليه. سامي رجع خطوة لورا، بس حظه إن الباب اتقفل بسرعة جدا. والإيد بدأت تزحف على الحيطة بسرعة وراه، كأنها بتزحف وراه هو بس، وبتمشي وراه في أي مكان هو بيروحه. حاول إن هو يطلع تاني بس وقع. ولما رفع راسه كانت في إيد تانية خارجة من السقف. والصبح الجيران ما شافوش أي حاجة غريبة في البيت، وكان الباب مقفول بإحكام، لكنهم لاحظوا حاجة جديدة. خدوش جديدة في الباب من جوه، وكأن في حد كان بيحاول يخرج.